الليل كان خانقا، يلتف حول المدين كحبل يشتد شيئا فشيئا. الساعة تجاوزت 3 فجرا عندما دخل إياد إلى بناية معجورة في أطراف حي القصبة، بناية قديمة سقطت بعض نوافذها وتشقق جدارها حتى صار كجلد المسنن يحمل آثار طعنات لا تحصى. لم يكن إياد يبحث عن مغامرة، كان يبحث عن أخيه. الأسبوع الماضي اختفى وسيم في ظروف غامضة. خرج من المنزل ليلا وترك وراءه رسالة قصيرة بخط مرتعش: لا تدخلوا الممر 13 مهما سمعتم من أصوات. لكن إياد لم يكن ليكتفي برسالة. كان الممر 13 جزءا من شبكة أنفاق قديمة تحت البناية. هناك حكايات قديمة يرويها كبار الحي عن هذا الممر، أنه ليس مجرد طريق بل بوابة لشيء آخر. يقولون إنك إذا دخلته تبدأ بسماع صوت شخص يناديك باسمك بصوت مألوف ثم تختفي. إياد لم يصدق، أو ربما صدق، لكنه كان مستعدا للمخاطرة. دخل البناية وبيده كشاف صغير. كان الظلام كثيفا إلى حد أنك تشعر به يلتصق بجلدك. كلما تحرك خطوة سمع خشخشة خلفه. لا أحد هناك، لكن الصوت لا يتوقف. وصل إلى باب حديدي صدئ عليه نقش باهت بالكاد يقرأ: 13. من هنا تبدأ النهاية. فتح الباب وبدأ النزول. السلالم كانت تنحدر إلى الأسفل بلا نهاية، وبعد 7 طوابق تحت الأرض